اكيد في خضم الاحداث المؤسفه اللي كلنا بنشهدها في غزه، في ناس كتير قوي ما خدوش بالهم من التقرير اللي صدر النهارده من وكاله موديز للتصنيف الائتماني عن الكارثه الاقتصاديه اللي فيها البنك الاهلي وبنك مصر والبنك التجاري الدولي وبنك القاهره. لو عايز تعرف بالتفصيل ايه كان تصنيف وكاله موديز الائتماني وقالوا ايه عن الاربع بنوك المصريه المهمه، حضر قهوتك ويلا بينا في يلا على وول ستريت. في ثلاث وكالات تصنيف ائتماني عالمية هم مسؤولين عن تصنيف البنوك والشركات المالية الكبيرة. الثلاث وكالات التصنيف الائتماني العالمية دول هم موديز، فيتش، ستاندرز اند بور. وكالة موديز للتصنيف الائتماني صنفت 5 بنوك مصرية امبارح في تقريرها الصادر يوم 10/10/2023. الخمس بنوك المصرية منهم 4 بنوك مصريين بنسبة 100% اللي هم بنك القاهرة، بنك الأهلي، بنك مصر، بنك التجاري الدولي اللي هو CIB، وبنك استثمار مصري طلياني اللي هو بنك الاسكندريه. وبنك اسكندريه اللي مش متابع الشأن الاقتصادي، بنك اسكندريه كان اشتراه من قيمه حوالي 10 او 15 سنه بنك انتسا سان باولو الايطالي. وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفضت تصنيف البنك الاهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهره، بنك CIB من B ل C، وخفضت تصنيف بنك اسكندريه من B2 ل B3. تخفيض ال5 بنوك دول كان سبقوا تخفيض التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية كدولة، اتخفضت من بي ل سي يوم 5 أكتوبر 2023، يعني من كام يوم بس. وكان سبب تخفيض الوضع الائتماني أو التصنيف الائتماني لمصر حاجتين مهمين. أول حاجة أن في مصر بتواجه نقص حاد في العملة الأجنبية، والنقص الحاد في العملة الأجنبية ده مصر هيبقى عندها مشكلة حقيقية في دفع ديونها اللي خدتها بالعملة الأجنبية، مش لمدة شهر أو 2 أو 6، لمدة سنتين كاملين حسب ما ذكر التقرير. السبب الثاني إن مصر بقى وضعها سيء في تحمل أي ديون جديدة. واسمحوا لي أقرأ لكم بالإنجليزي اللي موجود في التقرير، والتقرير موجود في المصادر تحت. بيقول لك إيه: To reflect the government of Egypt's worsening debt affordability trend and the persistence of foreign currency shortages in the face of increasing external debt services payments over the next 2 years. ركزوا over the next 2 years. أما بقى عن سبب تخفيض تصنيف ال5 بنوك الرئيسية المصرية، ده كان بسبب مهم جدا، ان ال5 بنوك دول كان في الميزانية بتاعتها كمية مهولة من الديون الحكومية المصرية. يعني البنوك دول عندهم او يملكوا سندات للحكومة المصرية اللي هي اوريدي اتخفضت من بي ل سي، فبقت بالتالي الميزانية بتاعت البنوك دي، سوري في الكلمة، بتمتلك زبالة. تخيل انت عندك في اصولك شقة في الزمالك، اكيد مش زي ما انت يكون عندك في اصولك اوضة فوق السطح في حي شعبي فقير في القاهرة، الفرق شاسع. والبنوك ال5 اتخفضت البيئة المالية بتاعتهم أو بيئة العمل أو القوة الاقتصادية المالية بتاعتهم، اتخفضت من ضعيف لضعيف جدا، من ويك لفيري ويك. وده برضه هتلاقيه في التقرير اللي موجود عندك في المصادر تحت. التقرير كمان بيأكد على نقطة مهمة جدا، بيقول إن كل العوامل دي ربما تضع ضغوط عنيفة ورهيبة، ركزوا في الكلمتين، ضغوط عنيفة ورهيبة على البنوك ديت وعلى أدائها المالي وعلى ملاءتها المالية. الوضع ده ممكن كله يؤدي ان ساعتها البنوك دي تبقى في تحدي حقيقي انها ما تقدرش توفي او تسدد او ترجع اموال المودعين اللي بالعمله الاجنبيه. يعني لو انت عندك ودائع بالدولار، عندك ودائع باليورو في البنوك دي، ممكن يبقى انت عندك مشكله حقيقيه والبنك يقول لك انا اسف ما عنديش. اسمحوا لي اقرا لكم التقرير قايل ايه بالانجليزي، لان الكام سطر اللي انا هقراهم دول خطيرين للغايه. بيقول ايه: These factors will significantly pressure banks' operations and financial performance, specifically their asset quality, earnings, and the capital buffers, and may challenge their ability to meet foreign currency liabilities as they fall due. foreign currency liabilities اللي هي ودايع حضرتك اللي بالعملة الأجنبية. يعني لو ليك وديعة بالدولار ممكن تيجي تستردها، البنك يقول لك انا اسف عندي مشكله مش هقدر اديك وديعتك دلوقتي. التقرير قال لك ان ال5 بنوك اللي في الريسك الحقيقي دول رتبهم من حيث مين اكتر بنك معرض للخطر، وللاسف اكتر بنك كان معرض للخطر فيهم هو البنك الاهلي المصري، بسبب ان البنك الاهلي المصري في ميزانيته اكبر بنك فيهم كان فيه في ميزانيته سندات حكوميه مصريه. وهم قاسوا
مجرد الاكسبوجر او ان انت قد ايه البنوك ديت عندها سندات حكوميه مصريه، فالبنك الاهلي المصري مقياسه كان 8 اكس، بينما بنك مصر كان اقل شويه، كان 5 اكس، وكان بنك السي اي بي 2.4 اكس. فبالتالي اكتر بنك كان عنده سندات حكوميه مصريه اللي هو 8 اكس كان البنك الاهلي المصري، وهو ده هيبقى البنك الاهلي المصري، وراه بنك او يليه بنك مصر. هم دول هيبقوا اكتر بنكين في الفتره الجايه احتمال كبير حسب تقرير موديز هيبقى عندهم مشكله كبيره جدا في لو المودعين طلبوا استرداد ودائعهم بالعمله الاجنبيه. ويجي اخر بنك من حيث الخطوره من البنوك الخمسه بنك اسكندريه، وبيقولوا توكيل او تصنيف تقرير موديز بيقول ان بنك اسكندريه اقلهم من الخطوره بسبب زي ما انا قلت في بدايه الفيديو ان هو شراكه ما بين بنك انتسا سان باولو وبنك اسكندريه، فبالتالي هو مسنود بالبنك الايطالي وبالسندات الايطاليه مش بالسندات المصريه خالص. وبناء على التقرير بتاع موديز اللي احنا شفناه دوت، فعلا الواحد بيقول ربنا يستر. هل النهارده بناء على التقرير بتاع موديز دوت الاقتصاديين دلوقتي كلهم بيفكروا ويقولوا هل لو مثلا كمان 5 6 شهور سنه لو الناس خبطت على البنك الاهلي، بنك مصر، بنك القاهره، اي بنك من البنوك الخمسه دول، وقال له انا عندي وديعه بمليون دولار وعايز اخدها دلوقتي، هل البنك هيقول له اتفضل، ولا البنك هيقول له احنا اسفين كان نفسنا؟ واشوفكم على خير باذن الله.